كنت بحس إن بتعب على الفاضي. كل خطوة باخدها بترجعني لورا، كل يوم شغل وكل يوم إحباط. بس لحظة واحدة خلت كل ده اتغير. أهلا وسهلا بيكم، معاكم نهلة فؤاد، وأنت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. الحقيقة إن كان في فترة في حياتي كنت حاسة إن بتعب على الفاضي. كنت بصحى كل يوم أشتغل وأحاول، وفي الآخر ولا أي نتيجة. ساعتها افتكرت قصة واحد كان بيشتغل من جراج صغير قوي وبيخسر فلوس كل يوم. جيف بيزوس بدأ ببيع كتب من الجراج، والنهاردة بنى أمازون، واحدة من أكبر شركات العالم. وقتها فهمت إن التعب اللي محدش شايفه ممكن يكون بداية. بس المشكلة بقى ما كانتش في التعب بس، المشكلة إن كنت بترفض كتير. كل محاولة بتنتهي بلأ، زي بنت فضلت تتنقل من دار نشر للتانية والكل بيقول لها لأ. جي كي رولينج كتبت هاري بوتر واترفضت كتير جدا، وبعدها بقت من أشهر الكتاب في العالم. ساعتها فهمت إن الرفض مش ضدك، الرفض بيجهزك. بس أكتر حاجة كانت بتخوفني إني بحاول في حاجات الناس شايفاها غريبة، كأني بمشي لوحدي وكل اللي حواليا شايفين إني غلط. بس في واحد عمل كده قبلي وخاطر بكل حاجة، إيلون ماسك. حط فلوسه في مشاريع مجنونة زي الصواريخ، والنهاردة بقى من أغنى وأشهر رجال الأعمال في العالم. في الوقت ده فهمت إن مش كل حاجة غريبة بتبقى غلط. وبصراحة بقى كنت حاسة إن محدش فهمني. الناس شايفة إني ماشية غلط وأنا شايفة حاجة تانية خالص. افتكرت واحد كان كده برضه، ستيف جوبز. كان مختلف عن الكل، والنهاردة غير شكل التكنولوجيا في العالم. وقتها فهمت إن الاختلاف ممكن يكون ميزة. وفجأة بدأت أربط بين كل حاجة وبعضها. التعب والرفض والخوف والوحدة ما كانوش إشارات إني بفشل، بالعكس كانوا إشارات إني ماشية صح. في النهاية لو أنت دلوقتي بتتعب وبتترفض وحاسس إنك لوحدك، ممكن تكون مش بتغرق، ممكن تكون بتطلع لفوق بس بطريقتك. لو وصلت لحد هنا اكتب فاهم، وخلي حد تاني يفهم قبل ما يستسلم. أنا نهلة فؤاد، دي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.